مساء الخير على حضراتكم، تحياتي ليكم. ما تنسوش اول حاجه تصلوا على النبي في التعليقات ولايك وشير علشان المعلومه توصل لغيرك باذن الله. نخش في الموضوع على طول يا جماعه. محمد علي بن رمضان زي ما قلنا امبارح واول امبارح، بغض النظر عن تصريح اون تايم سبورت ان اللاعب تم اجراء الكشف الطبي عليه في المجر هناك، لا اساس له من الصحه. اللاعب سوف يصل القاهره ويتم اجراء الكشف الطبي عليه هنا في القاهره عند النادي الاهلي. وبرضه بغض النظر عن تصريح الكابتن امير هشام، طبعا كل الناس شافت تصريح، اللي ما شافش على التلفزيون شاف على السوشيال، ان اللاعب اتم الاتفاق مع النادي الاهلي. واحنا قلنا محمد علي بن رمضان اهلاوي. تاكيدا على الكلام، خلال الساعات القادمه سيتم الاعلان عن صفقه محمد علي بن رمضان من قبل النادي الاهلي. وحال وصول اللاعب القاهره يتم اجراء الكشف الطبي عليه والاعلان عن الصفقه وتصوير الصفقه. يعني محمد علي بن رمضان خلال ساعات كل الناس هتكون شايفه الاعلان الرسمي عن الصفقه. اشرف داري يا جماعه، تقدم النادي الاهلي بعرض رسمي الى نادي بريست الفرنسي لاستعاره اللاعب لمده سنه مع تفعيل بند الشراء. الإعارة دي النادي الأهلي كان مقدم كام؟ 350,000 دولار. بند الشراء في حالة الشراء 1,200,000 دولار، ليصبح مبلغ الصفقة 1,550,000 دولار في حالة الشراء. العرض بيدرس هناك. واجهة اللاعب ورغبة اللاعب، مفيش مانع خالص الانضمام للنادي الأهلي. النادي الفرنسي في حال عدم موافقته على استعارة اللاعب وعرضه للبيع نهائيا، هيكون عرض النادي الاهلي بادئ من 1,500,000 دولار، 1,800,000. كبير النادي الاهلي يدفع 2 مليون دولار في الصفقه. بصراحه قلب دفاع حلو، زي ما قلنا قبل كده، من سن محمد عبد المنعم. 25 سنه، 188 سم، مدافع دولي مغربي هايل. بالمناسبه كان جايب جون في كرواتيا في كاس العالم مع منتخب المغرب، وهيكون مستقبل كبير. في مفاوضات شغاله وبنسبه كبيره ان شاء الله يكون في النادي الاهلي. حد تاني هيقول لي طيب الاجانب هنعمل ايه؟ اقول لحضرتك على حاجه. النادي الاهلي بيقنع في مارسيل كولر ان احنا خلاص جبنا بن رمضان، هنجيب اشرف داري المهاجم، نجيب مهاجم فلسطيني بلاش افريقي عشان يتأيد مصري. مين اللي قدامنا يا جماعه؟ عمر فرج. قبل كده مارسيل كولر كان موافق عليه وبعدين تراجع عن الصفقه، وكان خلصان ب1,200,000 دولار. وساليتش الفلسطيني وعدي الدباغ، دول الثلاثه معروضين على اساس ان هو يجي منهم مهاجم للنادي الاهلي يكون جنب وسام ابو علي. بالمناسبه محمود عبد المنعم كهربا مستمر. ما علمته المعلومه اللي عندي بتقول ان كهربا مش ماشي، مكمل في النادي الاهلي. برضه بيرسي تاو حركات سخيفه وبتاع، والوكيله بتاعته قالت لو عايزين اللاعب يمشي، وبيرسي تاو قال لو عايزين نمشي افسخوا عقدي وامشي كده. النادي الاهلي بيحاول يقنع مارسيل كولر، ومارسيل كولر كان في بعض زي ما قلنا قبل كده بيركن احمد عبد القادر، وركن الناس اللي هي ما بتبقاش ملتزمه كويس فبتتركن، فعمل كده مع بيرسي تاو. فبيرسي تاو دلوقتي بيدي وعود ان هو يلتزم وكده، والنادي الاهلي هيبقي عليه غالبا بنسبه كبيره لو ما اتغيرتش حاجه خلال اليومين اللي جايين دول وعرض مناسب ليه. بيرسي تاو مكمل. يبقى بن رمضان خلال الساعات القادمه الاعلان الرسمي. تحياتي ليكم. دي كانت معلوماتنا النهارده بالنسبه لكهربا وبيرسي تاو ومحمد علي بن رمضان واشرف داري. طبعا كل الدعم للاعب احمد عبد القادر في قطر، هيلعب يوم الخميس مع قطر القطري امام الشمال القطري. كلنا هندعمه باذن الله. تحياتي ليكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.